السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. انا غادي نقدم معكم هذاك السيجار اللي كنتو شفتو معايا مع البسطيله. غادي تشوفوا الطريقه ديالو معايا اللي كما كتشوفوا. انا بديت لكم من هذاك ملي كنكون كنباني فيه، عاد غادي تشوفوا معايا الحشوه اللي غادي تكون فيه وتشوفوا معايا الطريقه ان شاء الله. وديما كما عودتكم الطريقه ومقادير. صراحه هاد السيجار اللي كما قلت لكم راه كنزيد ناكد اللي كيجيو اكثر من رائعين. كما غتشوفوا معايا الطريقه ديالو، انا نعطيكم المقادير وانتم كتقدروا تفنوا من عندكم. بسم الله على بركه الله. هنايا عندي بطاطا، شحال ما عندكم ديال البطاطا تشدوها كتسلقوها بالقشره ديالها حتى كتقشروها صافي وكتمعكوها بالفرشيط ولا بعاشق ولا بهذيك اللي كنهرسوا بها بطاطا. درت ليها بحال بالنسبه نص كيلو ديال البطاطا، درت ليه نص عاشق ديال الزبده كبيره، نص عاشق ديال الفورس. وهنا خديت واحد 4 ديال داك كورنيشو حكيتهم يعني في الحكاكه الرقيقه، شويه ديال البزار، شويه ديال الملحه. يعني الملحه حيت انا ما درتهاش في البطاطا، درت غير شويه حيت مازال غندير الفرماج. والهريسه من الاحسن تكون هذيك الخضراء باش ما تحتفظ لينا على هذاك اللون ديال البطاطا، ما بغيناش يكون احمر صافي. والفرماج محكوك، الفرماج كديروا القياس اللي عندكم وقد ما كثرتوه كيجي زوين. يعني كتحاولوا تدخلوا هذيك العطريه كامله في هذيك البطاطا، وبطاطا تكون سخونه يعني تزربوا عليها باش تبقى لكم طريه، حيت الا مشات حتى بردات هذيك البطاطا صافي ما كتبقاش تعطينا الطول. صافي حتى كنخلطوا بهذه الطريقه مزيان. عاد كنزيدوا الطون. انا هنايا درت الطون واحد الحك ديال الطون اللي حيت منه الزيت ديالو. نتوما الاختيار كيبقى لكم، بغيتوا ديروا القمرون يعني تصوطيوه في شويه ديال الزيت ولا الزبده وكتزيدوه. بغيتو ديروا صدر ديال الدجاج، انا المهم اختاريت غادي ندير الطون صافي. الطون كتشوفوا احنا درتو كنحرك فيه غير بالعاشق باش كيبقاو لي هذوك الطريفات باينين، ما يجيونيش ما ندخلهمش مزيان في هذيك البطاطا باش ما يجيوش باينين. يعني دوك الطريفات كما قلت لكم الا درتو صدر ديال الدجاج ولا درتو القمرون كيبقاو باينين في هذيك البطاطا صافي. بهذه الطريقه كنحاول ندير لهم هاد السيجار هادو، كنوجدهم وكندير واحد البلاستيكه في شي بلاطو وكنبقى تنكملهم كاملين. يعني نحربل فيهم بهذه الطريقه هذه حتى كيكملوا كاملين. هذه كتسهل عليكم العمليه. انا كنحاول نقص من الفيديو، ما كنبغيش نطولو، ولكن كنبغيكم يعني نكون موضحه لكم الشرح، ونتمنى يكون الشرح ديالي واضح معكم. وغير تفنوا فيهم، راه الصراحه راه كيجيو زوين باش ما رافقتوهم واخا يكونوا غير بوحدهم. وهنا ملي شطت ليا الورقه درت هذاك البطاطا وغادي نديرهم السيجار. شوفوا معايا الطريقه، يعني كنكونو هادي بحال ما هكا، كنعاودو هادي. انا شفتوني ما دهنتهم ما والو حيت غادي نقليهم، غادي نبانيهم وغادي نقليهم، يعني ما بغيتش نزيد نكمل ليهم الزيت. نتمنى تكون الصوره واضحه. شوفوا معايا هادي تشوفوها مزيان. كنديروا الطرف من هنا والطرف الاخر كنغطيو به بحال ما هكا، وهادو كنخدموا بهادو وهادو، هاد الصباع هادو بحال هكا، وهذا كنشدو به هاد الجوج هادو كنشدو بهم هادي، وهذا كنلصقو به هاد سميتو باش ما تخرجش لينا. بالطريقه هذه نعاود معكم واحده اخرى. نحاول يعني غير بشويه باش تشوفوا مزيان، كنضغطوا عليها بحال هكا صافي. حتى غنكملهم كاملين.
تشوفوا معايا التتمه ديال الباني كيفاش غادي ندير ليهم. نكملهم ونرجع معكم. وهنا عندي مايزينا وشويه ديال الدقيق، واللي ما عندوش مايزينا يدير الدقيق مع واحد الخمار. هنا البيض ضربته مع شويه ديال صوص صوجا، وهنا شابليغ منسم باش ما بغيتو تنسموه كنتو غديروه في الدار. شويه ديال الزعتر مطحون، شويه ديال كرويه، قزبر يابس، ثومه بودره، شويه ديال السودانيه. والاختيار كيبقى لكم باش ما بغيتو تنسموه. اللي غادي ندير في الاول هاد لي سيجار هادو غادي نديرهم في مايزينا، وغادي نديرهم في، غنوريكم الطريقه باش تشوفوا، حيت انا غادي نديرهم كاملين عاد غادي باش ما نبقاش نجلخ يديا. بهاد الطريقه هذه. على هاد الشكل صافي. وغادي نحط هما دابا ملي كملتهم كاملين درتهم في هاد البلاطو، في هاد البلاستيكه، غادي ندخلهم المجمد. يعني غادي نخليهم حتى نبغي نقدم هذيك البسطيله عاد غنخرجهم نقليهم. كاين اللي كيديرهم في الفران، انا من هادو اللي كيكونوا باني بحال ما هكا كيعجبوني كيكونوا مقليين، اللي كيجيو بصراحه زوينين مقليين. والاختيار كيبقى لكم نتوما، اللي ما قادرش يقليهم يديرهم في الفران. المهم انا نصيحه كنقول زعما كاين اللي كيعجبني انايا كيجيو مقليين زوينين، وقد ما هما تجمدوا كيكونوا شادين. هاد شابليغو هذا كيكون شاد فيهم مزيان، يعني كتعطيك واحد القرمشه الصراحه اللي هي رائعه. ندخلها في المجمد نخليهم تيتجمدوا مباشره من المجمد للزيت نقليهم. ها الشكل ديالهم ملي قليتهم، شوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. راه كيشهي، غير جربوهم ما غاديش تندموا عليهم، راهم كيجيو زوينين. كما قلت لكم تقدروا ترافقوهم بسطيله، بالخضره، باي حاجه درتوهم، وحتى الا كانوا غير بوحدهم راه كيجيو لذاذ بزاف. نقول لكم السلام عليكم والله يعاونكم بالصحه والراحه.